أن الأرقام دي مش حاجة تانية. عجبت إليكم أيها المصريون تستخدمون الأرقام في الشتائم والتهاني والتعازي والولائم في سابقة لم تحدث من قبل. تعال أقول لك أصل الأرقام اللي خاصة بينا، بس كل ما هو حصري على حكاوي مصر. بص يا سيدي، الارقام في كل حته في العالم بيبقى لها استخدام واضح وصريح. حتى دايما يقول لك ده لغه الرقم، يعني هي اللغه الاصدق، ما تقبلش بقى حوارات كتيره يعني. لكن عندنا احنا هنا معروف انك انت لما تقول لواحد ده ابن 60 وتسكت، معروف ان هو الشخص ده لا يطاق، ما يتعشرش، ما يتنسبش. يعني لو راح تاخد مش عارف مين فاشكل كده وانت اللي كسبان. طيب وحش قوي وغلاوي كده من جوه، تقول ده ابن 60 في 70، تحط ال 70. طب اشمعنى ال 70؟ ممكن تقول ابن 60 مثلا في 50. لا، ال 70 ده تاكيد على ان هو خلاص ده يعني علاقتك بيه وانت اللي كسبان. بس خلي بالك، لاحظت حاجه ان ال 60 دي ثابته معانا، يعني ابن 60 كذا. طيب مشوار مش عاجبك، رحت مشوار واتخدعت فيه، ويجي يسالك ايه يا عم الاخبار، طمنا بقى، تقول لك يا عم ده مشوار ملهوش 30 لازمه. يعني انت لو قلت مثلا ملهوش 20 لازمه هيتاثر الموضوع، ما انت كده كده فاشل ورحت خلاص المشوار ما تمش يعني. فلازم لو احكي له كده على طول وش لا والله يا ما فيش نصيب، تمام. لكن بتاكد ان يعني الخروجه ملهاش لازمه، ملهاش 30 لازمه. الناس دياتي ما تروحش معاها اي مشوار، لان كل مشاورهم ملهاش 30 لازمه. شفت الدقه، شفت الروقان. تسال بقى عن الحال والحاله، يقول لك ايه ده، لا لا الحمد لله تعالى كام تمام، ده 100 100 100 100. طب حطهم كده وقول 200، والله مش هتخسر حاجه، حتى رقم مفرح وكبير كده. لكن 100 100. اسالك بقى مديرك، يسالك ايه الدنيا، عامل ايه الظروف بقى الشغل، يقول لا 100 100 يا ريس، يعني تمام. ما تقولش هم اي حاجه. تروح عند الميكانيكي يديك عربيه يا دوب تمشي 100 متر وتقول ليه الاخبار يا اسطى، يقول لك ده 100 100. يا استاذ عيب، انت ما تزعلناش، ده احنا تاريخ، ده ما تسال عني في الحرفيين. فهو ده سر كلمه 100 100. طب ايه الفرق بينها؟ ما بين 10 على 10. 10 على 10 دي لا مؤاخذه لما تقولها لما تكون شارب ايه، شويه شاي حلوين، قهوه حلوه، يعني لجوده الحاجه. يعني مشتري مثلا كيلو لحمه، اقول لك لا ده لحمته جزار 10 على 10، ده البضاعه بص يعني الله اكبر. ادخل بقى على رقم، على الليفل، اوصل على ال1000. بعد برضو ال1000 يعني ليها تقل والله. يقول لك الف مبروك. خد الحكايه دي، انا من كام يوم صاحي يعني مدروخ والله وبعمل كده ومش مركز، فلقيت علاء صاحبي كاتب ان هو اتجوز، حاجه حلوه. هو ما قاليش، بس انا الواجب على الفيس كده اروح باعت له الرساله وبعدين اتصل بيه. فانا كتبت كده بكتب بطريقه الغلط، كتبت له 900 مبروك. زعل وعملها حكايه وعاتبني وبعت ناس، وليه ما يقوليش الف مبروك؟ نسيت. ليك عندي 100 تاخدهم في الجوازه الثانيه. ما انت برضه علاء بسبب دماغك دي ما هتطلق وهتتجوز تاني، وبعدين التاني يقول لك الف مبروك يبقى ردينا الحق لاصحابه. طبعا ركزت انت في موضوع انا ليه ظلمته في المية، ما ركزتش في ان في مش واحد اسمه علاء. لا هو مش علاء خالص على فكره، علاء اسم طبيعي ومنطقي يعني انه يكون اسمه علاء. لما تقول بقى يوم خبر حلو قوي كده واليوم يعني مفرح، وتقول ايه اليوم الحلو ده على راي احمد سعد، تقول الف نهار ابيض. يعني ما تمام. الكابتن مدحت شلبي دايما بيقولها لنا في الكوره، يا الف نهار ابيض. حلو يعني. طب لو انت قلت اقل من الالف، اليوم معاييره هتختلف. ما حصلش والله، موضوع بسيط. واحد راح تسلم عليه والراجل مريض، فتقول الف حمد لله على السلامه. سيب الالف وحمد لله على السلامه حلوه وادعي له، هو محتاج الدعوات دلوقتي. او ادخل له بعلبتين يعني انتونال ده باين مش عارف اسمها ايه، يعني اويه من مضادات حيويه، اويه مكملات غذاء، هيفرح اكتر. يعني الف حمد لله على السلامه. لفتك ودخت، فعايز تدي بقى ايحاء ان انا لا تعبت، ما المشاوير دي كلها ارهاق عليا، فتقول يعني لففوني السبع دخات، انا دخت السبع دخات. اتاكد هو في 7 عمارات دي في مصر الجديده، فمش تحت شرق او مش عنوان مثلا شارع 7. لا يعني انت لو قلت ما دخت والله، ما مشوار مرهق، ما عرفتش اوصل لحاجه، مشكله حصلت، مش لازم 7 دخات. وبعدين يا انت تعلم لازم تلف يعني ال7 لفات دي، ما هو هنا غريبه يعني.
بقى في تعبير كده مطاطي وفضفاض حبه، يقول لك 5 دقايق وبص 5 دقايق وجاي هكون عندك. مفيش، انت واثق انك انت مش بعد 5 دقايق رايح. خد بقى الجديد، هو واثق ان مش بعد 5 دقايق انت هتجيله. طب بتحمل نفسك ذنب ليه؟ ما هو انت بتشيل ذنوب وخلاص، ما انت عارف انك هتجيله بعد 5 ساعات على الاقل. فهي الساعه اتحصرت في دقيقه؟ لا يعني اشمعنى احنا بنقول 5 دقايق وجاي لك؟ يجي بقى البرنس ده بتاع الوقت، مفيش، اللي هو يعني الوقت مش عارف كالسيف يسلم، مش عارف تلحقه ما تلحقش. يقول لك ثانيه ونازل لك، وهو بيقول وانا بربط خلاص رباط الجزمه، هو مفيش ثانيه، وانت بتبقى لسه صاحي ما كاوتش، هتقرفهم في البيت عشان يجهزوا لك الفطار وانت اصلا كسول. فهو يبقى تحت، يا لا تطلعه وتعمل واجب الضيافه، لا يستناك على قهوه، مش ثانيه ونازل لك. ايه الدقه دي؟ ما هو مش عارف، بس هي بتتقال كده. واحد عايز يدي ايحاء كده لمراته انك انت بطلي رغي بقى، ده انت بقالك ساعتين تتكلمي. والله ما ساعتين، ده انت مش حلهاش رصيد، هي ما عندهاش اصلا 120 دقيقه عشان تتكلم بيهم، هم يعني عدت 5 6 7 دقايق بتفك يا اخي مع صاحبتها مع والدتها، اتكلم كلمتين بساط كده. ليه الساعتين يدوا ايحاء ان ده عمق الزمن؟ احنا اتورطنا يا عم في المكالمه، بقالك ساعتين تتكلمي. واحده تمسك يعني صاحبتها بتكلمها على ابنها اللي لسه مولود من ساعه ونص، تحكي لها بقى عنه، تقعد تكلمها عن الطفل ده ساعتين، ده نازل كده يعني يعني ما شاء الله، ده قاعد الصراخ، قاعد يصرخ جامد. ما هو كل الاطفال بتعمل كده يا استاذه، الموضوع بسيط. وبعدين لما يصرخ جامد ده استلق بقى وعدك، ده هيطلع عيل رخم وعيل زنان، وابتسامته الرقيقه وطيبه قلبه ومواقفه، كل ده مواقفه لسه مولود من ساعه ونص، وانت بس الفكره انك انت بترغي معاها وبتهلكي معاها وخلاص. ما هو هنا بقى يبقى لنا وقفه ودقيقتين ونازل لك، او اقعد 5 دقايق معانا، 5 دقايق اللي يقعدوا 5 دقايق خلصوا. ما لا، ولما يجي بقى واحد متاكد ان محدش ليه حاجه عنده وحازم كده وفي الكلام، فيقول لك ايه ده، ما يقدرش يقول لي تلت التلاته كام، تلت التلاته واحد، انا قلتها. وما تقوليش كلامك ملوش 30 لازمه، لا، تلت التلاته واحد وراجع حساباتك. وبعدين يقول لك اصل كلمتين ورد غطاهم، كلمتين ورد غطاهم. مش مش في مطبخ احنا يعني، ومش في مطعم الازهر ولا الزهراء، لا، روق الله يكبر بخاطرك. فكل الارقام دي ليها دلالات عندنا احنا بس في حكاوي مصري. مش انا بقول لك كل ما هو حصري عندنا في حكاوي مصري؟ طبعا دماغك ودتك وتقول ايه يا عم الفيديو ده اللي ملهوش 30؟ لا بقى، انا ممكن اعلي عليك بقى مع 30، اقول لك يعني 31. يلا اشوفكم ان شاء الله تعالى في فيديو جديد يعني.